بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين يا أحلى متابعين في الدنيا. إن شاء الله النهاردة معايا حلقة جديدة. هنعمل النهاردة الممبار، ناس كتير طلبوه. هنعرف كل حاجة بخطواته وحشواته وكل حاجة إن شاء الله. معايا النهاردة حوالي عن كيلو ونص ممبار. كيلو ونص ممبار بنجيبه من عند الجزار، ونجيبه نغسله بدقيق وملح وخل، ونغسله غسلة حلوة. بعد ما نغسله تحت المية وكده بنحط عليه شوية ليمون، نغسله ونجهز الخلطة. الخلطة معايا الأول، معايا بصل مفروم ناعم، بنحط عليه البهارات عبارة عن فلفل أسمر، كمون، شطة، بابريكا، جوز الطيب. والحاجة الجديدة بقى النهاردة اللي احنا حاطين خلطة محشي من عند العطار، اسمها خلطة محشي. بتنحط على البهارات، بتدي هي نوع من البهارات يعني، بيدي تيست جامد جدا. بنقطع حوالي عن 3 4 بصلات كبار كده ناعم، وندعك فيهم البهارات دي كلها. طبعا بنحط الملح ونحط سنة قرفة كمان، وندعكهم مع بعض. وبعد كده بنحطهم مع الرز. معايا الرز تقريبا مقدار كيلو رز. بندعك الخلطة دي كلها مع بعض، واخدة ملحتها واخدة بهاراتها. بندعك الخلطة دي كلها في الرز عشان طبعا الرز يشرب من الخلطة ديت. في ناس طبعا بتحط خضار محشي، مفيش مشكلة. طبعا وسنة شطة كمان في الآخر كده، نحط سنة شطة عشان تبقى سبايسي. الخلطة دي يا جماعة تنفع للحمام، تنفع للممبار، حاجة جميلة جدا. هنعمل النهاردة الممبار، خلطة جميلة جدا، جربوها. والسر النهاردة اللي هو خلطة المحشي من عند العطار، بتدي تيست جامد جدا في الخلطة ديت. وإن شاء الله هكتب لكم البهارات في صندوق الوصف تحت. بنجيب الممبار بعد ما نضفناه، ونبدأ نفتحه، ونبدأ نعبي الرز طبعا واخد بهاراته واخد ملحته وتمام. ونبدأ نعبي الرز في الممبار. طبعا احنا ما بنحطش، ما بنمناش الممبار على الاخر، عشان طبعا لسه الحجم بتاعه بيزيد. يا دوب احنا بس بندخل الرز. هوريكم دلوقتي شكله بيكون عامل ازاي. يعني بيكون كده يا دوب حوالي عن واخد سنتي كده، او 2 سنتي كده في العرض بتاعه. وبعد كده نفرده على صينية. ادي هوت الطريقة اهي. بنفتح الممبار اهي بيدينا الاتنين، ونبدأ ندخل الحشوة، الرز من جوه. الحشوة دي يا جماعة جميلة جدا، جربوها. حاجة بجد كان طعمها خرافة. بخلطة البهارات اللي احنا قلنا عليها ديت. ادي هي شكل الممبار بيكون زي كده، ما بنملاش رز على الاخر. الرز يدوب بس يكون فيه يدوب حوالي عن 2 سنتي كده، او سنتي ونص تقريبا كده. يعني السمك بتاعه. ما نملاش رز على الاخر، عشان طبعا لسه بينزل المية او الشوربة، وبينزل وبيزيد حجمه. وادي طريقة تانية في التعبية. بنحط بين صباعين ونبدأ نعبي الرز، نحشي من جوه. نقول تاني البهارات. معايا فلفل اسمر، كمون، خلطة محشي يا جماعة، دي اللي بتدي طعم جامد. معايا بابريكا، ومعايا سنة قرفة، ومعايا شطة حمراء حارة كمان. ومعايا شوية جوز الطيب صغيرين، والملح طبعا في الآخر. وبندعك الخلطة دي كلها مع بعض، وبندعك بيها الرز، ونبدأ نحشي بيها. المقدار معايا النهاردة كيلو ونص من الممبار، عليهم تقريبا كيلو رز او كيلو الا حاجة رز، يعني ممكن كيلو الا ربع رز تقريبا. وادي طريقة تالتة للحشي اهيت. بنحطها بين صوابعنا كده، ونبدأ نحشي اهيت، ونبطط نحشي ونبطط الممبار، عشان طبعا نعرف الكمية بتاعته. ما نزودش كمية. وهوريكم دلوقتي بالصور ازاي بيكون سمكه مرصوص على الصينية، بيكون عامل ازاي. طبعا مجموعة البهارات ديت قلنا تنفع لحشوة الحمام والممبار. ادي هيت شكل الممبار وهو محشي اهوت بالرز. شايفين متبطط ازاي؟ وادي السمك بتاعه ظاهر قدام حضراتكم اهوت اهو. ادي الممبار لسه طبعا هيخش النار او في الشوربة. معايا شوربة او مية، لو في مية. معايا شوربة اهيت محطوط فيها حبهان وفلفل اسمر وكمون، واخدلها بصل، واخدلها
طماطم وفلفل اخضر وبوكيه جرنيه، حاجه كده مدلعينها. نبدا نسقط على طول الايه الممبار اهوت. اول ما بينزل في النار طبعا الاحرف بتاعت الممبار بتقفل على طول، يعني هو كده اول ما بينزل النار في حروف، يعني الرز ما بيطلعش ولا حاجه، الحروف بتاعت الممبار بتروح قافله على طول، ويبدا الرز اللي هو شايفين بيروح ينفش على طول. طبعا لازم تكون الميه بتغلي والميه واخده ملحتها، واخده بهاراتها، واخده البوكيه جرنيه بتاعها اهيت. حوالي عن نص ساعة نبدأ نشوف ان الرز ان كان استوى، نطلع واحدة كده نلاقيه استوى من الجنب كده، نطلع حبة رز من الجنب كده نلاقيه استوى، خلاص استوى كده، نبدأ نصفيه ونطلعه على صينية يبرد. وادي شكله بعد ما اتسلق. طبعا بنحضر له بعد كده اخر مرحلة اللي هي مرحلة القلية. يبقى هو كده جاهز ان هو يتقلي في الزيت. بنجيب طاسة على النار ونبدأ نولع النار عليها، ونبدأ ننزل الممبار بعد ما استوى، طبعا ياخد وش تحمير. طبعا الناس سألوني على الممبار كتير. ديت الممبار يا جماعة بطريقتي انا. اهم حاجة في الممبار اللي بيميز الممبار البهارات اللي احنا قلنا عليها ديت، شوية بهارات دول جربوها، وان شاء الله حلقة جميلة جدا. بألف هنا وشفا عليكم. يا دوب اللي الممبار ياخد لون كده اهوت، نقعد نقلبه على نار عالية، والزيت طبعا يكون غزير عشان يستوي من جميع الجهات، ياخد اللون هو الذهبي. ادي اهوت بنصبر عليه، ادي كده هو كده تمام. نبدأ طبعا ما نطولش عليه في الآلية او الاحمرار، لو احمر اكتر من كده بيجلد وبيشد. فاحنا طبعا بيكون معقول، يعني بيكون يوصل يدوب اللون الذهبي كده، نبدأ نطلعه على طول، ما نقرصش عليه في السوا، عشان الجلاش او سوري الممبار لو عامل زي الكبدة كده مثلا، لو صبرنا عليه في النار كتير يجي بعد كده ناكله نلاقيه بيشد. لا، يدوب كده ياخد وش، ولو افتح من كده كمان مفيش اي مشكلة اهوت. بنصفي من الزيت، وطبعا لو في مناديل او في ورق او اي حاجة نبدأ نطلع عليها. ديت كانت حلقة النهاردة، حلقة جميلة، يا رب تجربوها وتقولوا ايه رأيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.